هنعمل بقى معاك وعاملين ايه، كله يشترك في القناه ويعلي الجرس ويعمل لايك للفيديو. هنعمل كبسه بالرز المصري عادي، حطينا التوابل كاري وبابريكا وقرفه ورق لوري وليمون وحبهان وكركم، وهنحمصهم كلهم في السمنه كده. تمام. بعد كده نجيب بصلايه وقرن فلفل حامي، عايزين تحطوه بارد ماشي مفيش مشكله لو انتوا بتحبوش الحراق. وهنديهم تشويحه البصل مع التوابل. الليمون ده بيبقى من عند العطار، وعود قرفه كده خشب اتعملوا. عشان نحط الفراخ بقى هنشوحها على الناحيتين. الفراخ بقى حسب الكميه اللي انت هتجيبيها والحجم اللي هتجيبوه. نحط معاهم معلقه توم. تمام. وهنشوح الفراخ حلو. قلبناها على الناحيه التانية اهي، طماطمايه مبشوره حطيناها برضو على الفراخ على التتبيله دي كلها. هنعمل ايه تاني؟ ويا ريت انا هقول كلمتين بالفيديو. عايزين إيه الناس كلها تحب الخير لبعضها كده، ما بقاش ايه الحقد اللي بقى في الناس والكره اللي بقى في الناس ده. الموضوع ده بقى صعب قوي بجد. انا جات لي عقده نفسيه من الناس. هنا الفراخ بقى بالطماطم بالبصل خدوا تشويحه حلوه. هنحط عليها ميه مغليه على الفراخ، ونسوي بقى الفراخ في الميه المغليه بالحاجات اللي احنا حطيناها اللي هي الطماطم والتوابل والبصلايه والفلفل، تاخد غلوه حلوه. نرجع للمرجعنا. يا ريت الناس كلها تحب الخير لبعضها، اما حد ربنا يديله حاجه يفرح له. هنا طلعنا الفراخ وهناخد من على الوش كده ونحطها ونحط على الفراخ وندخلها الفرن. تمام. وهنا بقى كده اهي الشوربه بقت تغلي. حطينا كيلو رز عادي مصري مش بسمتي خالص، لان البسمتي اسعاره راحت في داهيه يعني، غلي بطريقه مش معقوله. الرز بقى يستوي والفراخ هتكون في الفرن بتتحمر. بصوا اهي، ايه رايكم؟ هو طبعا لونه جميل والريحه اجمل والطعم احلى ونازل. بصوا جميل جميل جميل. والفراخ بقى تحفه. كنا عاملين معاها سلطه الدقوس واديله يديله هو الساعه اللي بقى بألف هنا.